السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله ربي هذا الفيديو يتلاقاكم في احسن الاحوال. اليوم نقدم لكم واحد التحليه ثلاثه المكونات كتجي سهله بسيطه، كتوجد في الدقيقه الاخيره. ندوز المقادير على بركه الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. في الاول غادي نحضروا واحد الكراميل. هنا خديت واحد 4 المعالق على حسب المول اللي عندكم، تقريبا 4 المعالق كافيه. نديروهم فوق النار تكون مهيله. هنا درت واحد المقله احسن كتكون واسعه، ما كتحركوش ديك السنيده، كتخليوها راهي كما كتشوفوا. ما بغيتش نطول الفيديو حتى كتذوب، عاد كنجيو نحركوها واحد القليل صافي. دابا غادي نطفيو عليها باش ينجح معكم الكراميل بهذه الطريقه. كيكون ساهل ويستحسن لو كانت مقلات، حتى في الكاسرون كيكون السنيده مجموعه وما كتذوبش بالزربه. ناخذ الليمون اللي غندخلو الفران اللي كيكونوا كيدخلوا كيستحملوا النار، وغنديروا فيهم داك الكراميل. كنديروا بحال هذا الشكل، واخا هو راه غير كتحطوه كيتجمع يعني من عادي. ملي غنديروا فوق الخليط الثاني وكندخلوه يطيب كيسيح لينا داك الكراميل. هنا انا خديت هاد الليمون الصغار كانوا عندي تهرسوا، بقاو عندي 3، وغندير هاد المول هذا الصغير اللي كنديروا فيه الكغطاه. صراحه انا ما كنحملش نكثر الكراميل. كاينين الناس اللي كيديروا كثر، كيديروا كاس ديال العنبه. 4 المعالق كافيه بالنسبه للمقادير اللي غندير انا دابا. وبان وعين كتحطوه كمعلومه راه كيجمد، ما تخافوش عادي كما نوريكم دابا، عادي راه يجمد. ندوز المرحله الثانيه. غناخذ واحد سطرة الحليب، وعندنا 3 البيضات، وعندي واحد فانيلا اللي تنسيم، وواحد معلقه سكر من بعد غادي نبينها لكم. غنديروا داك الحليب يفيض. ناخذ واحد الاناء نديرو فيه انا اكتفيت بمعلقه ديال السكر، ما عنديش مع الحلاوه. 3 ديال البيضات، واحد ساشيه ديال الفاني، وغادي نحركوه مزيان حتى يذوب لينا داك السكر وتجانس لينا مع النكهه ديال الفاني. الا ما كيكون داك الحليب حنا حاطينه على النار باش يفيض. هنا من بعد ما فاض كتشوف فيها هو سخون، كنبداو نزيدو شويه بشويه وكنحركو بواحد السرعه عاليه باش ما يجمدش باش ما يطيبش لينا داك البيض. كنزيدو شويه بشويه في الاول وحنا كنحركو، في التالي صافي كنكبو كلشي، ما كنتسناو لي ينقص في السخونيه لا والو، كنحركو بسرعه صافي. دابا غادي ناخدو لي مول ديالنا نديروهم في واحد الطاوه ديال الفران، وهاد الاثناء كنكونوا شعلنا الفران وكنصبوا داك الخليط مباشره. التحليه اللي بسيطه بدون مواد حافظه في لو كراميل، يعني بدل ما تشروه كديروه ما كنعرفوش شنو فيه، لكن بهذه الطريقه راه كيكون بسيط وساهل وبنين. استعملوه في السحور ولا كاين اللي كياخذوه في الفطور. ونكونوا طيبنا الماء، ضروري يكون عندنا الماء طيب. كنديروه في الطاوه الماء القياس. بالنسبه كملاحظه راه الا تسالى داك الماء درتو غير شويه وتسالى داك الماء كيبداو بحال كيتحرقوا من التحت. الماء ضروري يكون طيب ماشي بارد. بالنسبه للفران انا صراحه حطيتهم درت الماء الكافي ودرت 250 درجه الحراره، حطيتها غير في التحت ما شعلتش الفوق. صافي حتى كيبان لكم جمد، كتقلبوا كيبان لكم جمد كتحيدوهم. دابا غادي نحطهم تيبردوا. من بعد ما بردوا دخلتهم للفران الثلاجه عفوا. دابا غادي نقلبهم في المول باش تشوفوا كيفاش جاو. يستحسن ديروا دوك المولات الصغار اللي توفروا عندكم احسن. انا درت هذا ودرت ليمون الصغار. كما كتشوفوا داك الكراميل راه كيسيح. هنا درت دوك جوج كلهم خطيتهم في داك المول. هنا ضروري غادي نقطع معكم باش كتشوفوا كيفاش كيجي عاقد. واحد التحليه اللي كتجي سهله لو كراميل، سهل في الدار بدون محافظات. صوبنا شي حاجه بيدينا. وبالنسبه لداك الكراميل تقدروا تنقصوا من ديروا غير 3 المعالق راه كافيين. اللي عجبتكم التحليه ديروا لي لايك واشتراك وشكرا. الى اللقاء.